السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اضرب التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله معانا تطبيق جديد واسمه ديل 8 يو كي ادريس فيندر. التطبيق ده مساحته 21 ميجا، حمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالبحث عن العنوان، ولو انت شغال في الشحن او توصيل طلبات للمنازل، فانت بتقدر تستخدم التطبيق ده، وبيقدر ان هو يدلك على الاماكن او على العناوين اللي انت رايحها. بيقدر يدلك على عناوين بنسبة كبيرة جدا بحيث ان انت توصل للعنوان اللي انت رايحه بالظبط، ما توصلش مثلا جنب المكان او بعيد عن المكان، لا، اللوكيشن اللي مبعوت لك بتوصل قصاد باب البيت او باب المزرعة او باب الفيلا اللي انت رايحها قصادها بالظبط. كمان بتقدر تستخدمه لو انت رايح اكتر من مشوار جنب بعض، بيقدر يقولك المشاوير اللي بتكون قريبة من بعض والمشاوير البعيدة عن بعض، بحيث ان انت لو رايح اكتر من مشوار، مشوارين جنب بعض ومشوار بعيد عنهم، ما تروحش مثلا المشوار القريب بعد كده البعيد بعد كده ترجع المشوار القريب تاني. لا، هو بيعرفك ان في مشاوير قريبة من بعض وفي مشاوير بعيدة عن بعض، فالمشاوير القريبة من بعض تروحها كلها مع بعض وتخلصها، وبعد كده تبدأ تروح المشاوير البعيدة عن بعض. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق كله بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية عشان هو تطبيق اصلا اوروبي. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو شفت ميزة او عيب للتطبيق، فاي تحديث من الزر القادمة مكتوبة في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.